تخيل معايا، قديس من أرمنت شاف المسيح بنفسه وبشره إنه هيكون أول شهيد في الصعيد. يا ترى مين القديس ده؟ إيه إزيكم؟ كان القديس وودمون من مدينة أرمنت، وكان قاعد في بيته ومعاه ضيوف من عبيد الأوثان. ساعتها بدأوا يتكلموا مع بعض، وقال واحد منهم: إحنا سمعنا إن في ست وصلت لبلاد الأشمونين معاها طفل صغير شكله زي أولاد الملوك. وواحد تاني رد وقال: هو الطفل ده جه مصر فعلا؟ وفضلوا يتكلموا عنه. وبعد ما الضيوف مشيوا، ودمون ما استناش، ركب دبته وسافر لمدينة الأشمونين. أول ما وصل شاف الطفل يسوع مع أمه العذراء، فسجد له. الطفل يسوع بص له وابتسم وقال له: السلام ليك يا ودمون، انت تعبت وجيت لحد هنا عشان تتأكد من الكلام اللي سمعته عني. علشان كده أنا هسكن في بيتك ويكون مسكني على طول. ودمون اتأثر وقال له: يا سيدي، نفسي تيجي بيتي وتسكن فيه، وأنا أكون خادمك طول عمري. فرد الطفل يسوع وقال: بيتك هيكون مسكن ليا أنا وأمي على طول. لما ترجع عبيد الأوثان هيعرفوا إنك كنت عندنا، وده هيغضبهم وهيقتلوك في بيتك. ما تخافش، لأني هاخدك عندي في ملكوت السماوات، مكان الفرح اللي ملوش نهاية، وأنت هتكون أول شهيد في الصعيد. ودمون سجد للسيد المسيح، والمسيح باركه. ولما رجع لأرمنت سمعوا عبيد الأوثان إنه زار المسيح، فجريوا عليه وقالوا له: هو صحيح اللي بيتقال عنك إنك رحت للمسيح؟ فقال لهم: أيوة، أنا رحت المسيح وباركني وقال لي إنه هيحل في بيتي مع أمه العذراء على طول. وقتها صرخوا ومسكوا سيوفهم وقتلوه، فنال إكليل الشهادة في يوم 18 مصرة. ولما بطلت عبادة الأوثان انتشرت المسيحية، وحولوا بيت ودمون لكنيسة باسم العذراء والطفل يسوع. والكنيسة دي اتسمت الجيوشنا، ومعناها كنيسة الحي في أرمنت، ولسه موجودة لحد دلوقتي. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا.